أهلا بيكم معايا. أنا سلوى وده بودكاست نقطة ومن أول السطر، وهرجع بيكم تاني لسلسلة مواقف يومية، وحلقة النهاردة بعنوان الشماعة. يوم عادي جدا زي أي يوم. المهام النهاردة مش كتير، الحقيقة هي مهمة واحدة، المكوى. والمكوى من المهام المنزلية اللي مش كتير من الناس بتحبها، لأنها بتاخد وقت شوية، سواء في مكوة الهدوم أو في رص وتعليق الهدوم في الدواليب بعد كده. أنا شخصياً ولأني بكوي كتير فتعودت عليها، بس اللي بستصعبه رص وتعليق الهدوم بعد المكوى. أصلها مش سهلة الحقيقة. ندور بقى على شماعات فاضية ونعلق الهدوم في مكانها، ونكتشف في كل مرة إن في هدوم كتير مش بنستخدمها، ونوعد نفسنا إننا هنتخلص منها في أقرب فرصة. وأكيد الفرصة دي مش بتيجي، ونسحم الدواليب أكتر وأكتر. المهم خلصت المكوى وابتدأت أعلق الهدوم على الشماعات، وسرحت شوية ولقيتني بسأل نفسي سؤال غريب: هو احنا ليه بنستخدم الشماعة؟ وطبعا هجاوب على نفسي أكيد. بنستخدمها علشان الهدوم تحتفظ بشكلها مفرود لفترة طويلة لغاية ما نحتاجها. طيب لو مفيش شماعة، لو ما كانوش اخترعوا الشماعة ولا المكوى أساساً، كنا هنعمل إيه؟ عادي كنا هنغسل الهدوم ونطبقها ونحطها في الدواليب. واوعي تقوليلي لو ما كانوش اخترعوا الدواليب كنا هنحط الهدوم فين؟ لا لا لا، مش موضوعنا الدواليب دلوقتي. لسه بتكلم مع نفسي على فكرة. يعني الهدف الأساسي من الشماعة إن الهدوم تفضل مفرودة علشان لما نلبسها يبقى شكلنا جميل قدام الناس، مش كده؟ بس ما كنتيش محتاجة اللفة الطويلة دي علشان تعرفي ايه فايدة الشماعة، ولا ايه؟ اكيد عندك حق، بس تعرفي الشماعة دي بتتعب قوي معانا. ده احنا ساعات بنعلق اكتر من حاجة على شماعة واحدة. وبعدين هنوصل لإيه؟ طولي بالك بس. وبعدين أنا عارفة إيه فايدة الشماعة على فكرة، بس الهدف إني أوضح وجه الشبه بين الشماعتين. طب شماعة الهدوم وعرفناها، إيه بقى الشماعة التانية؟ الشماعة الشماعة اللي لما بنحتاج نعلق عليها أي حاجة بنعلقها عليها. دي بقى عاملة زي شفيق يا راجل كده، اللي لما بيعطش بيشرب اللهم طولك يا روح. مالك بس؟ هو انتي زهقتي مني ولا ايه؟ طب معلش ما تزعليش، ما هو مفيش حد غيرك اقدر اتكلم معاه في المواضيع دي. اكيد طبعا. حاضر يا ستي، انا مش زعلانة، بس ايه بقى حكاية الشماعة التانية دي ومن غير ألغاز؟ الشماعة اللي كلنا ما نقدرش نعيش من غيرها، وبناخدها معانا في كل مكان وبنستخدمها طول الوقت. شماعة الأخطاء، اللي بنعلق أخطائنا وفشلنا في حاجات كتير قوي في حياتنا عليها. ما بنصدق نلاقي غلط أو تقصير من حد في حقنا ونتشعلق في الغلط ده، ونعلق كل أخطائنا بعد كده على شماعة اللي حصل قبل كده. اللي بيأثر في صلة رحمه بحجة، واللي بيتخلى عن مسؤولياته بحجة، واللي بيبيع العشرة والعيش والملح بحجة والأتفه الأسباب، واللي بيتحجج بالظروف واللي دايما هنلاقي أعذار وحجج لأخطائنا ونعلقهم على الشماعة. وعلشان إيه؟ علشان يبقى شكلنا جميل قدام الناس. طب قدام نفسنا، قدام ربنا، شكلنا إيه؟ الغلط أو التقصير من اللي حوالينا في حقنا ما يبررش أبدا غلطنا وتقصيرنا في حقهم، لأنها ببساطة تبقى دايرة ودايرة علينا كلنا، بمعنى إن هم كمان هيلاقوا أعذار لغلطهم وتقصيرهم في حقنا، ونفضل بقى كلنا نلف وندور في نفس الدايرة. يعني كل أخطائنا كلنا هتبقى مجرد رد فعل بس كده، وده مش ممكن يكون صح. يعني إيه يبقى في رد فعل من غير ما يكون في فعل أساسا؟ أكيد اللي بيغلطوا فينا أو بيأثروا في حقنا من وجهة نظرهم عندهم أسباب قوية لده، وده مش دفاع عن الناس دي خالص، بس هم شايفينها كده. إحنا بقى على اعتبار إننا صح وكده نعمل إيه؟ قدامك حل من 3: لا تاخد حقك،
لو تقدر، لا تسامح لو تقدر، خاصة لو اللي غلط في حقك اعتذر وحاول يعوضك، أو تعتزل ما يؤذيك، تقطع علاقتك بيه، وده أكبر عقاب ليه. سهلة هي بقى ومش هنحتاج لشماعة ولا حاجة. بس تعمل إيه بقى لو اللي غلط فيك حد ما ينفعش تقطع علاقتك بيه، حد بينك وبينه صلة رحم لازم تفضل موصولة؟ في الحالة دي قدامك حل من اتنين: يا تاخد حقك بالحسنى أو تسامح لو تقدر، بس ما ينفعش إنك تقطع علاقتك بيه أو تأثر في حقه زي اللي بيحصل دلوقتي من عقوق الأبناء للوالدين، أو العكس. تخيل. وعلشان تخدر ضميرك وترتاح، تطلع الشماعة وتعلق عليها اللي انت عاوزه بقى من أخطاء. بقينا بنستخدم الشماعة دي كتير قوي، لا وإيه، ما بنديش فرصة للي حوالينا يستخدموها معانا. شيء عجيب. طب ما هم كمان من حقهم يستخدموا الشماعة ولا إيه؟ هو أنا كنت بقول إيه؟ فعلا طلعت المكوى من أصعب المهام المنزلية، والشماعة دي طلعت حكايتها كبيرة قوي. ورجعنا تاني للشماعة. هو أنتي ساكتة ليه؟ مش كفاية بقى كلام ونقفل الحلقة دي على كده ولا إيه؟ خلاص يا ستي ما تزعليش، أنا خلصت خلاص. بس عندي سؤال أخير: إيه تاني؟ يا ترى مين بيستخدم الشماعة أكتر، الستات ولا الرجالة؟ أكيد مش قصدك شماعة الهدوم. أكيد طبعا. أعتقد لا، السؤال ده مش ليكي المرة دي، السؤال ده للي بيسمعوني، وأحب أعرف إجاباتهم ورأيهم في التعليقات. وبس كده، ونقطة ومن أول السطر. كنت معاكم أنا سلوى، وده بودكاست نقطة ومن أول السطر.